السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه بطريقه سهله وبسيطه. والبسبوسه من احلى الحلويات الشرقيه اللي يعتبر كلنا بنحبها. والبسبوسه من اكتر الحلويات اللي ليها شعبيه عندنا في الوطن العربي كله، رغم ان مكوناتها بسيطه ومن غير تعقيد، لكن تفاصيلها الصغيره هي اللي بتفرق. شويه سمنه هنا، شربات بدرجه حراره معينه، تسويه مظبوطه، وكل لمسه منهم ممكن تخلي النتيجه تطلع يا اما تحفه يا اما لا. وهنتكلم على كل خطوة من أول المقادير لحد ما نطلع الصينية من الفرن ونضيف الشربات، وهنسيبها ترتاح عشان ناخد القوام والطعم اللي بندور عليه. يلا نبدأ بسم الله. معايا 500 جرام من دقيق البسبوسة أو اللي هو السميد، وده بيكون مختلف تماما عن اللي هو في أكياس. و50 جرام من جوز الهند، يعني حوالي معلقتين كبار. و100 جرام من عسل الجلوكوز، ده ما يعادل معلقتين كبار برضو. و100 جرام من السكر، ما يعادل نص كوباية. وعندي 125 جرام من السمنة، ده يعادل عندي نص كوباية وعليها معلقة كبيرة برضو. و150 جرام من الحليب، ما يعادل كوباية الا ربع. وهسيب لكم المقادير دي بالظبط بالجرامات في صندوق الوصف. ودي البسبوسة او السميد اللي انا هستخدمه مش ده اللي في اكياس، لان اللي في اكياس بيكون ليه طريقة مختلفة عن اللي احنا هنشتغل بيها. في حلة هنحط فيها 150 جرام من الحليب، وعليهم 100 جرام من السكر، وهنحط معاهم العسل الجلوكوز اللي هما المعلقتين كبار. وعسل الجلوكوز هو بيكون مهم للبسبوسة عشان بيخلي البسبوسة متماسكة وما تفرولش. هنبدأ بقى نحطهم على النار، وهي على النار بنفضل نقلب فيها على طول عقبال ما كل المكونات اللي احنا ضفناها مع بعض تدوب. واهم حاجة في المرحلة دي ان احنا مش هنسيبهم لحد ما يغلوا. وبالنسبة لخطوة التزيين فهي بتبقى مكسرات، يعني على حسب الرغبة. ممكن تستخدموا لوز، بندق، فستق، اي حاجة موجودة عندكم. انا هنا استخدمت بندق. يلا بينا نحضر الصينية. الصينية دي كانت مقاس 30، وكانت مناسبة جدا لنص كيلو من دقيق السيمولينا. وبدأت ادهنها بسمنة. نبدأ بقى نحضر المكونات الجافة. هحط اول حاجة 500 جرام من السميد، عليهم 125 جرام من السمنة البلدي. هنقلبهم مع بعض بالسباتولا لحد ما كل الدقيق يتغلف عندي بالسمنة. هنبدأ بقى نحط عليهم جوز الهند وهنقلبهم مع بعض. وكده المكونات الجافة بقت معانا جاهزة. هنبدأ بقى نحط عليها المكونات السايلة اللي احنا لسه عاملينهم مع بعض، وهنقلبهم مع بعض. واهم خطوة عشان تطلع معاكي البسبوسة مظبوطة ان احنا ما بنبالغش في التقليب. هنبدأ بقى نحط الخليط عندنا في الصينية. ولو وصلتوا لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ نفرد الخليط عندنا في الصينية بالسباتولا وهنسويه كويس قوي. وبالنسبة للتزيين فممكن تزينوها بأي حاجة عندكم، ممكن فستق، لوز، بندق، أي حاجة متوفرة، أو ممكن حتى تسيبوها سادة. هنبدأ بقى ندخلها على فرن سخن، واهم حاجة ان احنا ما بنشغلش الشواية دلوقتي غير لما تاخد لون من تحت ومن الجناب. واول لما تاخد لون من الجناب نبدأ بقى نشغل عليها الشواية، واحنا هنا حاطينها على الرف الوسطاني. وعقبال لما البسبوسة تستوي هنبدأ نحضر الشربات. في حلة على النار هنبدأ نحط فيها كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وبنفس الكوباية اللي عيرت بيها السكر هعير بيها المية. هنحط عليها كده عصرة ليمون.
وبعد ما هتغلي هنسيبها من دقيقتين ل3 دقايق على النار، عشان احنا عايزين شربات البسبوسة يكون خفيف زي المية بسكر كده. وقبل ما نقفل النار هنحط عليها معلقة سمنة، ويفضل انها تكون سمنة بلدي. وبعد ما البسبوسة استوت وطلعناها من الفرن هنبدأ بقى نحط عليها الشربات، واهم حاجة ان الشربات لازم يكون عندنا سخن. وكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة، البسبوسة البيتي اللي طلعناها خطوة بخطوة بمقادير واضحة وطريقة سهلة. ولو جربتوها زي ما عملناها دلوقتي هتلاقوها طرية ومتماسكة. اهم حاجة في البسبوسة مش بس المقادير، لكن التوقيت في كل خطوة. زي مثلا السمنة هنستخدمها سايحة مش سخنة، والشربات لازم يكون سخن، والبسبوسة تطلع سخنة عشان تشربه كويس. حاجات بسيطة بتفرق فعلا في النتيجة. جربيها مرة وهتلاقي نفسك بتعمليها كل شوية، سواء لعيلتك او لما يجي ضيوف، او حتى عشان تحلي بيها يوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.